عارفين احنا ليه ما نزلناش حلقات لغايه دلوقتي، او كان بقالنا فتره مش بننزل حلقات؟ عشان كنا قاعدين مزنوقين في مساحه اسمها ليمينال سبيس. لو عايزين تسمعونا وتعرفوا ايه المساحه دي، لايك شير سبسكرايب، قولوا لنا رايكم في الابيسودز دي. ما تتوقعوش ان احنا هنا جايين نقول لكم في الحلقات تعملوا ايه ما تعملوش ايه. طريق للسكون هو مجرد حلقات بتساعدنا او افكار بنفكر فيها كلنا. هو مجموعه من المجهودات الجماعيه، كلنا بنفكر مع بعض وبنطرح مواضيع مع بعض، وممكن نطلع غلط وممكن نطلع صح، ولكن الهدف منها هي ازاي نتعامل مع الحياه اليوميه ونعمل فيها شويه سكون وسكينه ولذاذه وحلاوه وكده. هو يعني موضوع حلقه النهارده هو المرحله الانتقاليه. المرحله الانتقاليه هي دي الليمينال سبيس. كلمه ليمينال سبيس، ليمينال هقولها كتير جدا هتزهقوا منها، بس هي مرحله مهمه قوي قوي قوي. كتر ما هي موجوده في كل حاجه في حياتنا، هي صعب تعرفها. الليمينال سبيس هي المساحه ما بين حاجتين. لو احنا خدناها بجد على الاوض فهي بجد هي الطرقه. لو دخلنا شقه، المساحه اللي ما بين اوضه واوضه فهي طرقه. لو احنا خدناها على مرحله حياتيه، فمثلا مرحله المراهقه تعتبر ليمينال سبيس، او مرحله الحمل اللي هو انا هبقى بس انا لسه ما بقتش فهي مرحله انتقاليه. لو خدناها على الشغل مثلا، هي المرحله ما بين عمل او عمل. لو خدناها في مثلا مشاعر، فهي مرحله ما بعد فقدان شخص، ان انا لسه ما تقبلتش فقدانه والشخص مش موجود. لو انا مثلا بتكلم على جسم، فهي مرحله ما بعد الاصابه، اللي هو اتصبت وانا خلاص مش موجوعه انيمور، بس انا لسه مش عارفه اتمرن، فبالتالي المرحله اللي في النص دي اسمها الليمينال سبيس او المرحله الانتقاليه. المرحله الانتقاليه دي سلاح ذو حدين. هي مرحله مهمه قوي في حياتنا، ولكن ممكن نتزنق جوه المساحه دي، ممكن تتزنق في الطرقه. فاهم حاجه ان احنا ما حدش يتزنق في حاجه، وفي نفس الوقت ساعات بنتزنق براها. يعني ساعات بنحس ان احنا بالذات في الحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي ان مفيش وقت للمرحله الانتقاليه. يعني البني ادم بيتقال له دايما لو هتسيب شغلك اوعى تسيب شغلك وانت مش ماسك شغلانه تانية. ها اوعى. فدي مثلا اكزامبل ازاي بنرفض الليمينال سبيس. اكزامبل تاني بيخلينا نتمسك بالليمينال سبيس، وهي مثلا اني ابقى دايما مستنيه حاجه معينه تحصل علشان اتقبل حاله جديده. بمعنى هقول لكم اكزامبل لذيذ جدا. ماهي مرات اخويا هتقتلني، بحبك قوي ماهي. كانوا بيتكلموا، كنت قاعده معاهم وكانوا بيتكلموا على بنتهم اللي هي حبيبه قلب عين عمتها. لو ما كنتوش شفتوا حلقه تانية وانا بحكي لكم على هي بتمشي ازاي، بليز ما تفوتوهاش. حبيبه قلب عين عمتها بتكبر ومحتاجه انها تتنقل من اوضه اهلها الى اوضتها لوحدها. فكنت قاعده بتفرج على او كنت جزء من conversation ما بين اخويا ومراته اللي هي غالبا برايفت انا بحكي لكم عليها. كانوا بيتكلموا على ايه اللي موقف ماهي ان هي تنقل جليله في الاوضه الثانيه. وكان الموضوع انترستنج قوي لان كانت ماهي رابطه النقله بمجموعه من الشروط اللي لازم تتوفر، منها ان هم محتاجين يجيبوا لها سرير اكبر، فبالتالي اوضتها الحاليه مش مكفيه وهم كده كده في بيت مؤقت، فلما ينتقلوا الى بيت النهائي هتقدر تحط السرير المناسب فهتقدر تبتدي. وبعدين ابتدى اخويا يرد عليها يقول لها بس خلي بالك انت ممكن تبتدي معاها، لازم تبتدي معاها من دلوقتي. ففي برضو طريقه بنتزنق بيها في الليمينال سبيس انا عارفاها كويس قوي انا ساره، لاني من الحاجات اللي انا عايشاها في الليمينال سبيسز حاجات كتير قوي ليها علاقه بشغلي او ليها علاقه بمكان سكني. فمثلا انا عايشه في بيت متأجر، اوكي، دايما 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 لما حد ابتدي افكر في اي شيء هجيبه في البيت، دايما عندي احساس اللي هو لا مش هجيبه غير لما تبقى بيتي، لا مش هعمل ده لغايه لما يبقى بيتي، لا انا عايزه اجيب سفره كويسه عشان اعزم صحابي بس انا مش عارفه اجيب السفره لاني لسه ده مش بيتي النهائي. فانا لا عارفه اعزم صحابي ولا عارفه اعيش ولا عارفه عشان انا قاعده مزنوقه في الليمينال سبيس. مثال تاني ازاي الليمينال سبيس ده كان رائع في حياتي، يعني ده اكزامبل ازاي الليمينال سبيس ممكن يزنق بني ادم. اكزامبل تاني ازاي الليمينال سبيس كان من اهم مراحل حياتي، ان من غير الليمينال سبيس او من غير المساحه اللي انا اخدتها في وقت ما في حياتي انا ما كنتش لا عملت سكون ولا ابتديت شركتي ولا لان انا كان في مرحله ما بين ان انا سبت شغلي في الشركات واني فتحت شركتي ودخلت طريق اليوجا. المرحله دي انا بنساها. مرحله كنت فعلا تايهه، كنت برجع البيت قاعد في الكنبه مش عارفه انا بعمل ايه. والمرحله دي انا
على قد ما كنت بستصعبها، على قد ما المرحلة دي كانت من أكتر المراحل اللي في حياتي اللي اتعرفت فيها على نفسي. قبل ما نخش في المرحلة دي بتعمل لنا إيه، أو المرحلة دي إزاي اتعرفت فيها على نفسي، خليني أقول لكم إيه اللي بيخوفنا من المرحلة الانتقالية. أولا إحنا عايشين في زمن دلوقتي بيزن علينا، أو بيبقى دايما عندنا الضغط بتاع إني ما ينفعش أضيع وقت. ما ينفعش أضيع وقت، ده أول سبب إني مش قادرة أحط وقت في اني ابقى بنتقل من شيء الى شيء. زي ما بقول لك، بيتقال لك هتغير شغلانتك تبقى ماسك في ايدك شغلانه تانية، هتبقى مش عارفه بتعمل ايه تبقى لازم تبقى عارف انت رايح فين، هتبيع عربيتك لازم مفيش دايما في حته اني لازم ابقى عارف المرحله اللي انا هروح لها قبل ما اسيب اللي انا فيه. كانك كده بتنط من صخره لصخره وفي نهر في النص، ورجلك اللي على الصخره الاولانيه مش عايزه تسيب لغاية لما تعرف انت هتوصل للصخرة التانية ازاي. بس ساعات الصخرة التانية دي بتبقى بعيدة، فلو انت ما سبتش هتقع، لانه المسافة طويلة، فانت محتاج وانت بتقفز هذه القفزة انك تبقى في الهواء لمدة ثواني. الهواء في مدة ثواني ده رعب بقى. رعب ليه؟ ده بقى اللي احنا هنتكلم عليه في الرعب من المرحلة الانتقالية. ليه بنأفويدت؟ اولا بنخاف ان احنا نقع في النص، نتزنق. يعني انا النهارده بخاف اسيب شغلي وما اخدش شغلانه تانية، لافضل قاعده في البيت بقى ويستحلى الموضوع، واقعد كل يوم اصحى اتفرج على التلفزيون وافضل بقى ايه الوم نفسي. ده كان بيحصل لي لما كنت في المرحله الانتقاليه. اصحى الصبح لو اتفرجت على التلفزيون هتحس بالذعر، لانه ده معناها ان انا هفضل بقيت حياتي كلها قاعده بتفرج على التلفزيون وعمري ما هعمل حاجه في حياتي. كان عندي ذعر من اني اعيد غلطتي. نوع تاني من الحاجات اللي بخاف منها اللي هو مبدأ اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. ما دي صخره انا عارفاها، ايه اللي يوديني على صخره تانية؟ ما انا قاعده في صخرتي هنا، قاعده في حالي كافيه خيري شري، قاعده معاه في صخرتي كويسه، ايه اللي يخليني انتقل؟ سبب تاني للخوف من المرحلة الانتقالية هي الناس هتقول عليا ايه. يعني لو انا قاعدة في الهوا كده يقولوا عليا ايه، ما بنتكش، ماليش لازمة. في خوف من اني الاند على الصخرة الغلط. افرض الصخرة اللي انا رحت لها دي اوحش، حر مش بحري. الصخرة اللي انا فيها بحري، بس الصخرة اللي هناك افرض نزلت على الصخرة اللي هناك ما اتبسطتش، هعمل ايه؟ ما كأني مثلا الرجوع للصخرة دي مش possible. حاجة أساسية قوي أو صفة أساسية قوي في الإنسان هي إن إحنا جهازنا العصبي بيحس بالأمان لما بيبقى عارف إيه اللي جاي، بيحس باليقين. عشان كده إحنا بنحب السيرتينتي، اليقين، لأن المخ أو الجهاز العصبي بيدينا إشارة بالأمان لما بيبقى عارف الخطوة دي عملها قبل كده. فاللي هو إيه، نفس المبدأ اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. العلاقة دي أنا صحيح مش مبسوطة فيها، بس إيه، ما هو برضو خلاص بقى انا عارفاه وتعودت عليه واصحى ونشوف وشه وعارفه. لكن ممكن اكون انا في حاجه صعبه جدا ومش بتنميني، ولكن لا، ما سيبهاش. لان العقل بيبقى عايز يفضل يحط الانسان في مساحه هو عارفها عشان يفضل عارف يتصرف ازاي. من كتر ما عقل الانسان من قديم الازل بيحب الاحساس ده، عمل الزراعه ده بجد. يعني في كتاب اسمه سيبينز لذيذ قوي، بحب دايما ارجع له، بيحكي على ان قبل ما الانسان يكتشف الزراعه او يقرر انه يزرع، كان بينتقل مع قبيلته حسب الموسم عشان يلاقي الاكل. بعد شويه قال لك بقول لك ايه، انا بقى هقعد انتقل واروح هناك والاقي الجو برد وحر والاقي الصخره اللي انا عايش فوقيها بيشاركني فيها معرفش مين. خليني هنا احسن يا عم، خليني ازرع، اقعد جنب ارضي وازرع، اديني ضامن كميه الاكل، ضامن اني هاكل، عارف المنطقه دي، عارف الجار، عارف اللي جنبي، عارف اللي فوقيا. فابتدى يتمسك باللي يعرفه. ده مش حاجة وحشة، ولكن اللي حصل كان فيه نتائج كتير جدا من الزراعة أثرت على البني آدم، زي مثلا عدم تنوع التغذية بتاعته، بقى بياكل حاجة واحدة أو بياكل حاجتين. زي مثلا إن هو بقى كسول لأن هو ما بيكتشفش حاجات جديدة. زي مثلا التمسك، بقى متمسك قوي بالأرض، دي بتاعتي، دي أرضي مش هسيبها. زي مثلا عدم قدرته على المخاطرة، خلاص ما بقاش عايز يخاطر، أنا مش قادر أخاطر، فابتدى المخاوف تكبر عنده بمبالغة. ما بقيتش بقى الحقيقة، ما بقيتش اللي هو أنا فعلا خايف أروح مكان ياكلني أسد، أنا بقيت خايف أطلع بره الأرض بتاعتي لحسن إيه حد يزهقني يضايقني. بس ده موضوع تاني ليه حلقات تانية نتكلم فيها. اللي بحاول أقوله إنه من قديم الأزل البني آدم ما بيحبش
اللي ما يعرفوش. فبالتالي الليمينال سبيس او المرحله الانتقاليه دي هي مثال الريسك او المخاطره او عدم المعرفه، لانها منطقه جديده. طب ليه ندخل منطقه جديده؟ ما فعلا خلينا في اللي احنا قاعدين فيه. اولا المنطقه الجديده دي بتخلي البني ادم يشوف حاجات ما شافهاش قبل كده. فمثلا لو خدنا مثال الصخره اللي انت بتنط فيها على لصخره تانية، اللحظه اللي انت فيها في الهواء منظورك بيتغير، بتقدر تشوف الدنيا بطريقه مختلفه، فبتقدر تغير مسار. فممكن لو انا هنزل على الصخره اللي على اليمين اغير يا عم وانزل على الصخره اللي على الشمال. وده اللي حصل لي انا قبل كده لما قعدت في قعده البيت اللي بقول لكم عليها دي. ودايما بحكي القصه دي، بقول ان الشغل بتاعي كان الهدف منه ان هو هيبقى اونلاين بلاتفورم، او سكون الشركه اللي فتحناها كانت اونلاين بلاتفورم. بس لما اخدت وقتي وبطأت وبصيت من فوق اكتشفت انه لا، انا عايزه اقابل بني ادمين وعايزه احتك بيهم. فالاونلاين بلاتفورم ما كانش الشيء المناسب بالنسبه لي، وعمر ما الاونلاين بلاتفورم شاف النور. الليمينال سبيس بيخلي البني ادم يكتشف نفسه على الاخر ويتقبل نفسه في كل الظروف، لانه بيبقى عنده عدم انتاجيه. ودي شيء صعب جدا ان الواحد يحب نفسه. احنا عايشين في مجتمع بيعلمنا ان قيمتك من كميه الانتاج بتاعك. فلما بتبقى قاعد في الليمينال سبيس بتصحى من النوم وتحس يا لهوي انا ما انتجتش الشيء النهارده، وبعدين تبتدي تعدي مرحله ايه ده انا ما اسواش حاجه، وبعدين تبتدي تحس ده ليه ما اسواش حاجه، ليه ما انا لسه انسان اهو عايش بتنفس، عندي افكار و فبتبتدي تتعامل مع كل ما هو جواك. لانه اللي بيحصل ان حياتك بتبطأ باي نيتشر، بتبطأ. لما تيجي تبطأ بتبتدي الحاجات اللي انت بتلهي نفسك فيها كل يوم بتظهر. فمثلا لو انت بتصحى كل يوم في علاقة مش بسطاك لان هي مش مفيدة بالنسبة لك، او بتيجي على اعصابك او بتضرك بشكل ما، لما تاخد مثلا مرحلة بريك تقدر ان انت تبص على مشاعرك. انا ما بصحاش كل يوم اقع في خناقه او اروح شغلي واغترمخ على الموضوع، لا انا بقدر اقعد واشوف انا حاسس بايه، اقدر اكتشف ان الطريقه اللي بكلم بيها نفسي. ما تخيل كده ان انت طول النهار قاعد في اوضه فيها ناس، بتمشي من الاوضه دي تروح اوضه تانية فيها ناس، بتمشي من الاوضه دي تروح اوضه تانية فيها ناس، دايما طول الوقت قاعد بتتكلم زي ما انا بتكلم كده، ومفيش ابدا لحظه بتقعد فيها ساكت. عارف ايه اللي بيحصل لما بتقعد ساكت؟ بنسمع احنا بنكلم نفسنا ازاي. احنا كلنا بنكلم نفسنا طول الوقت. يعني انا ببقى قاعده بتكلم وبجادج، بحكم على نفسي. لكن لما بس انا برغي فعمال اعمل حاجات مش مركزه انا بحكم على نفسي ازاي. لكن لما الدنيا بتهدى الصوت بيعلى، فبالتالي ببتدي اعرف انا بحكم على نفسي ازاي. في عالم اسمه رودولف شتاينر كان فيلسوف، وكان مش عالم سوري كان فيلسوف، وكان بيقول ان الانسان او عرف حياة الانسان بمراحل تتكون من 7 سنين. عشان كده في فيديوهات كتير قوي طالعه على السوشيال ميديا بتقولك كل 7 سنين البني ادم بيتغير، كل 7 سنين. عشان كده في الهرشة ال7 وفي العلاقات و اولا بيولوجيكلي او في علميا ده مش حقيقي. احنا بنتغير كل يوم، الخلايا بتاعتنا بتتجدد كل يوم. ال7 سنين مش حاجه مثبته علميا او جسديا، ولكن هي ميك سنس من ناحيه طريقه التفكير. ما هيش 7 سنين بالظبط، ممكن تبقى 10 ممكن تبقى 9، مش مهم العدد، بس المبدأ واحد، وهي ان الانسان طبيعته بتتغير، احتياجاته بتتغير، شخصيته بتتغير الى حد ما. فبالتالي فكرة اني افضل في نفس الشيء طول الوقت مش شيء واقعي. فمن هنا بيجي اهمية الليمينال سبيس، لان بيخليني اقدر اغير حياتي او اعمل فيها تعديلات تبقى مواكبة لفكري، مواكبة لطريقتي دلوقتي. يعني انا زمان كنت مثلا ببقى متخيلة اني نفسي اعيش في بيت كبير، ولو انا هبقى عندي شقة بتاعتي فهي لازم تبقى فيها جنينة ولازم يبقى فيها مش عارفة ايه وحاجات. المهم انه مع الوقت ابتديت اكتشف ان انا انسانة بتحب النظام جدا، بحب قوي انظف وانظم. شيء اكتشفته على مش عايزه اقول لكم ان انا من زمان خالص بقى، زمان كنت عادي ببهدل الدنيا وكرمش هدومي وارميها قدام الباب وكده. بعدين لما كبرت ابتديت اكتشف اني لا، بحب جدا اهتم بالتفاصيل في البيت. فابتديت احس اني انا مش عايزه مساحه كبيره، لان مساحه كبيره دي هتخليني مش عارفه هقضي حياتي بقى عماله انظف واوضب. فابتديت احتياجاتي تتغير. فطبيعي ان محتاج البني ادم يقف كل فتره، مش لازم 7 سنين، ويراجع
هل المعطيات بتاعه حياتي مواكبه لاحتياجاتي؟ هل حاجة تانية الليمينال سبيس أو المرحلة الانتقالية بتعملها، هي بيقولوا عليها إن دي المساحة اللي بيحصل فيها الإبداع. إنه أكتر وقت البني آدم بيعرف يألف فيه حاجة جديدة لما بيزهق، لما بيبطأ، لما بيتنح في السقف، لما بيبقى قاعد في الطبيعة بيجي يسرح في الملكوت. ده الوقت اللي بيقدر يبدع فيه. فلو احنا طول الوقت فيه أكشن 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 أكشن، مفيش وقت إني أبدع. حاجة تانية الليمينال سبيس بيعملها حاجتين حلوين قوي قوي. رقم واحد برضو كلمنا عليها في حلقة تانية، وهي التوكل. انه بيحس ان فكرة ان انا بتحكم في كل حاجة حواليا ده مش واقع، ده مش حقيقي. فلما اسلم نفسي للمرحلة الانتقالية دي، ساعات بتحصل غصب عني. يعني ساعات مثلا حد شغله يمشيه ويفضل يدور على شغل ومش لاقي شغل، فهو غصب عنه في مرحلة انتقالية. فلو البني آدم ابتدى يحكم على المرحلة الانتقالية دايما بالسلبي، فهو زي ما بنقول كده مش متقبل وضع جايله. هو ده ربنا حطه في الوضع ده لسبب ما، ففيها نوع من انواع التوكل. حاجه تانية هي عدم التمسك بشيء لانه هو ممكن ما يبقاش موجود. including انا مين، يعني ايه؟ يعني الايدنتيتي، يعني تعريفي لشخصيتي ولحياتي. لو انا عرفت نفسي كأم، او عرفت نفسي كبزنس وومن، او عرفت نفسي، فبالتالي لما بخش مرحله انتقاليه ببتدي اكتشف انه انا مش الشخصيه دي anymore غصب عني او بمزاجي. وده بيتيح لي الفرصه مع الابداع، مع التفتح، مع التغير، اني ابقى اي شيء تاني. ابقى كنافه. دايما بيقول لك كمان حاجه مهمه قوي، وهي الكنز في الرحله. الجمله دي بنسمعها، الكنز في الرحله، الكنز في الرحله. وده الى حد ما يطبق برضو على الليمينال سبيس، لان الكنز في الرحله هنا بنتكلم عن الرحله من نقطه الى نقطه، من مرحله الى مرحله. حتى لو التنقل ده مزعج، حتى لو صعب. يعني مثلا مرحله فقدان شخص صعبه، مش حاجه سهله. مفيش كنز يقدر مخي يتخيله، ولكن موجود. لانه حتى مشاعر الحزن مهمه، كل المشاعر مهمه. طيب اعتقد انا اديتكم كل الاسباب ان احنا ما نقربش من الليمينال سبيس. ليه الناس ما بتقربش من الليمينال سبيس، وليه الليمينال سبيس ده حاجه حلوه. طب هل نقعد بقى نعيش في ليمينال سبيس بقى، نفضل عايشين؟ عنوانك ايه يا عم؟ عايش في ليمينال، شارع ليمينال سبيس، دور الليمينال، قاعد بقى في اللاشيء، في الانتقالي طول الوقت، قاعد بقى في النص طاير في الهواء، عامل زي البطيخه عشان البطيخه بتطير في الهواء. لا، لانه في حاجه اسمها الزنقه في الليمينال سبيس. يعني ايه بقى الزنقه في الليمينال؟ ليه اتزنق بقى في اللي زنقني في الليمينال سبيس؟ اولا اني خايف اخد قرار بقى. افرض انا قاعد في الهوا، افرض نزلت على صخره غلط بقى دلوقتي، افرض بعد وبعدين في مسؤوليه ما بعد القرار. فانا النهارده لو سبت شغلي وقررت اني اشتغل شغلانه تانية، فطول ما انا في الهوا بدور على شغل اوكي، بس لو انا بقى خدت قرار، يعني ده حصل لي، انا فضلت في الليمينال سبيس، هفتح بيزنس. طيب فتحت البيزنس، لو البيزنس ده ما نجحش يبقى انا قراري غلط. طب ايه الفرق ما بين امتى اعرف ان انا مزنوق؟ فهمنا خلاص، عرفنا احنا خايفين وغالبا السبب اللي بتزنق فيه في الليمينال سبيس شبه قوي الاسباب اللي ما بحبش ادخله، لاني خلاص عملت لنفسي ايدنتيفيكيشن او عرفت نفسي بالشخص اللي بيدور على نفسه. بتشوفوها برضو، حد يسيب شغله ويبقى داخل على شغل تاني ويتزنق بقى في المساحه دي، قاعد بقى مش عارف يعمل ايه، لاني خايف المرحله اللي جايه، خايف اخد القرار الغلط، خايف ان انا ارجع في كلامي. ازاي اطلع بقى من ليمينال سبيس؟ يعني ليمينال سبيس وحش؟ لا، ليمينال سبيس مش وحش. مهم في الحياه، افضل قاعد فيه؟ لا، ما افضلش قاعد فيه. ليه؟ امتى اعرف ان انا بماطل؟ لما الاقي نفسي عماله اقول طب بودكاست كمان اسمعها واطلع من هنا، طب كتاب كمان اسمعه واطلع من هنا، طب او مثلا ان انا مستني شيء بقى كبير موت ينزل عليا يقول لي هوبا بينا بره الليمينال سبيس. زي مثلا ماهي وفي احساسها ان هي مش عايزه او انها حاطه شروط عشان تنتقل، او ان جليله تسيبها. زي ما انا كنت بحط شروط كتير جدا، او لغايه دلوقتي بحط شروط لغايه لما انقل في بيتي النهائي. زي مثلا الشخص او البنت، بنشوفها كتير قوي في حياتنا، في الستات في مصر دايما بيعلقوا حاجات كتير جدا على لما اتجوز.
لان احنا بنتحط في الاحساس ده. انا مره قلت لاهلي، كنت بتكلم معاهم على فكره اني اسيب بيت اهلي واعيش لوحدي ولا لا، وكان عندنا كونفرسيشن كامله على يا جماعه انا عايزه اسال سؤال، هو انا حياتي هتبتدي لما اتجوز؟ طب افرض ما اتجوزتش، هفضل في الليمينال سبيس قاعده بقى ما عنديش شخصيه وحياه لوحدي؟ وده توبيك تاني هنتكلم عليه في حلقه تانية. ولكن فكره اني مستني الشيء عشان اطلع بره الليمينال سبيس ده. طب ازاي اتعامل مع المخاوف دي؟ قلناها برضو في كفايه افكار ننفذ بقى. فكره اني بصغر الخطوه، يعني انا مش لازم انط من الصخره دي لصخره بعيده، او مش هنط من الصخره دي لاعلى الجبل. انا ممكن اخد صخره واخد الصخره اللي بعدها، واطمن نفسي ان لو الصخره الجديده وحشه يا جماعه ما هنرجع عادي. يعني لو انا مثلا سبت شغلي، وده كانت الطريقه اللي انا بهدي بيها نفسي وقت لما سبت شغلي واخترت اني اجرب شيء جديد، كنت دايما بقول يا ساره ايه اللي هيحصل؟ اوحش حاجه هترجعي تاني، هترجعي تقدمي على شغلك تاني، هتفضلي وراهم، هتقدمي على شغل شبهه. في اوقات كتير قوي، طبعا مش في كل الاوقات، بس ساعات البني ادم بيكبر فكره الرجوع في الكلام. عادي ما نرجع في الكلام. في سبب برضو مهم قوي بيخلينا ما ناخدش خطوه الليمينال سبيس، وهي الاوبورتونيتي كوست، وهي اني ايه الثمن اللي هدفعه لما فوت الفرصه. فمثلا انا قدامي 3 صخور، صخره الف ب س ج د، مش مهم الصخره دي ولا الصخره دي ولا الصخره دي، حضرتك عمرك ما هتعرف، لانك هتنزل على صخره رقبتك هتتكسر، هتموت قبل ما هتعرف الصخرتين التانيين فيهم ايه. يعني عادي، بلاش التوتر من انا هيفوتني ايه. سهل قوي ان الواحد يلاقي السكون لما يبقى قاعد على صخرته كافي خير وشره، مش طاير في السما مش عارف هيلاند فين. انا اسمي ساره عبد المنعم، ودي طريق للسكون. دي حلقه احنا بنحب نقدمها لكم. لو كنتوا كملتوا لاخر الحلقه، لايك شير سبسكرايب، سيبوا لنا كومنتس، قولوا لنا عايزين تتكلموا على ايه، قولوا لنا مبسوطين مش مبسوطين. لو مش مبسوطين نفضل تخبوا علينا عشان ما تجرحوش مشاعرنا، لا اجرحوا براحتكم. انا قلت انا اسمي ساره عبد المنعم، لو كنتش قلت فاديكوا عرفتوني. شرفنا، مع السلامه، جود باي، ننتقل للي بعده.